بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عارف ان انتوا الايام دي مضايقينها عليا قوي، والظروف على الاخر ضيقه، وزي ما قلت هي لقطه. وان انا الايام دي بستلف من اصحابي ومن اهلي ومن اعز ناس ليا. انا اشتغلت، عملت لها شغل تشطيبات وكهرباء. هم بيقولوا لي لا ما تقولش، لان انت كده عايز تثبت ان انا بتهان وماليش قيمه وبتاع. عايز اقول لكم ان مهما تعملوا ومهما الطياره بتاعتكم تشتم ومهما الطياره بتاعتكم تهين، الناس برضو بتحبني، الناس ما بتكرهنيش. لان انتوا بتسدوا وداني، انا ما بسمعش، الناس هي اللي بتمليني وكلام اهبل كله. فانا عايز اقول لك لا والله برضو الناس بتحبني، والناس بترجع تزعل بعدها، لان انا برضو برد عليهم بقول لهم اللي بيني وبينكم كرم. لان انتوا اللي بتحرضوا الناس، اذا عرف السبب، اذا عرف السبب بطل العجب. فانتم ما الا فتنه وتحريض. لان انت كل اللي يهمك انك انت تهيج عليا الناس، تخليني ماليش قيمه، مسخره، تقل من كرامتي، تضيق رزقي، تفتعل لي مشاكل، تصنع لي مصائب. ادي كل اللي يهمكم. هو شغلتك كده، انتوا فتنه بيني وبين الارض كلها. طيب بالنسبه انت بتقول لي انا ماليش غير الا زوجه وانا حكمت ان انا بعدها اموت. لا، انتوا اللي عايزيني بعدها اموت. جميل، انا حتى لو فتنه السراء زي ما بتقول، فتنه السراء بتاعتك المفروض انها هتبتدي من 2016، لو هي 12 سنه. طيب، او ان هي من بعد ساعه ما بدات زوجتي، المفروض ان هي هتبقى برضو 12 او 14 سنه، او ان هي قدامها 4 سنين. طب انا زوجتي عاشت معايا على الخير وعلى الشر 10 سنين حلوين ووحشين. طب خليتوها تقول ان انا راجل ما بعرفش وبعرف على قدي ومن الكلام العبيط بتاعكم ده، لدرجه ان انتوا اللي كنتوا بتدوها تعليمات ان هي ترفض تتعامل معايا. فانتوا ما تتكلموش على زوجتي تاني، رجعت تسيبونا في حالنا، ما تتكلموش عليها. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، انتوا مألفين لي قصص وحكايات كتير فوق ال1000 قصة. كفاية، كفاية بجد، كفاية. انتوا مصممين انكم تفضلوا تعملوا لي مشاكل لحد ما امشي من اكتوبر. بلاش، بلاش، لان انتوا مهما تعملوا الناس بتحبني، انا مش هتهان. ولما تيجي تقول لي غير شركات الامن، يا سيدي وفر لي فرصة عمل. شركات الامن شغلانة شريفة، انا اعمل ايه؟ انت حاطط قصادها وفر لي فرصة عمل غيرها. لكن لما تيجي تقول لي اصل احنا بنجوعه، اصل هي السبب، انت مجرد تحريض. الناس كلها مجرد دميه في ايديكم، اداه بس. فانت ما تتكلمش على حد. لما تيجي تقول لي انت حكمت ان انا هموت، لا يا عم انا مش هموت. انا امها نفسها قالت انا زي ابوها، زي حمايه، نفس الاسلوب. فانا لو هموت هموت ابتدي من 49 سنه، ليا 3 زوجات. ولو انا هفضل على هذا الحال على سن مجنون او هفضل لحد 2030، هتفضل زوجتي معايا، اخرج للنور. فانت ما تتكلمش عن زوجتي. زوجتي بتقول لي 8 رجاله 10 رجاله زي ما بتقول، استغفر الله العظيم والله قال اعلم، العلم عند الله. هي عيله طيبه جدا ومسكينه جدا. انا مش بدافع عنها عشان هي بنت من بنات المسلمين وزوجتي. هي لو بنت مين؟ هي زوجتي وام عيالي. فانت لما تتكلم عنها، انا مش خروف. يوم ما اكون خروف هكون خروف قدام عيني وهذبح رقبتي بنفسي. انما انت تالف قصص عشان تطلعني خروف، انا مش فارقه معايا، مش شاغلني. تيجي تسد وداني وتتكلم بدالي، تقول معلومات، تدخلني في اتفاقيات عشان تطلعني خروف. لا انا مش هرضاها. لا عمري هرضى ان حد يطلع لمراتي، ولا هطلع على حد لمراتي طول ما انا عايش. ماليش دعوه باللي انتوا بتعملوه. انتوا قلت لي هترجع، ربنا خلاص هننسى اللي فات. قلت لك سيبني انا اقدر اكفيها، زي ما هي عندها مرض انا عندي مرض. انا ما راجل ما بقدرش استحمل 3 ايام، انتوا اللي بتخدروا بتاعي. اقول لك اكتر من كده، ما بقدرش استحمل 3 ايام معامله جنسيه. رغم ذلك انا ببقى صابر. ما ب... لان لا يمكن الجا للعاده الوسخه اللي انتوا قلتوا عليها للناس اللي ظلمتوني. انا بقالي 13 سنه عمري ما عملتها وعمري ما هعملها. وربنا يرزقني بزوجه صالحه لو زوجتي ما رجعتش. فيوم ما تطفش لي زوجه لازم تكون على ذمتي، على سنه الله ورسوله. مش انت تعمل حوارات وتطفشها، لا هي مش كده. فيا رب تفهم. فاسال الله الاعظم ان زوجتي ترجع. ما رجعتش، اسال الله ان ربنا يرزقني بزوجه تانيه بس. فانت ما تقوليش بقى انا اتجننت ما اتجننتش، الكلام العبيط بتاعك ده ملوش لازمه. فانت مهما تعملوا من اشتغالات وحوارات وقصص، انا ما بتهنش. لسه محفوظ عند الناس، لسه الناس بتحبني، لسه الناس بتعمل لي قيمه. مش معنى ان انتم مضايقينها عليا ومجوعيني على الاخر. لا، انت بتقول يا مصيرك السجن يا الموت، ان شاء الله لا ده ولا ده. وانا يا سيدي مش معاند، بس انا زعلان، انا من جوايا زعلان. عايزكم تراضوني، انتوا مش عايزين المره دي، انتوا عايزين انا اطاطي الاول. هي القصه مش قصه ان انا طاطي، هي مش عند. لا هي قصه انا ما شفتش منك شيء، مفيش خير شفته.